الاهلي كسب في ساعه ونص ضعف اللي بتكسبه فرق الدوري المصري في سنه كامله. تعادل النادي الاهلي مع انتر ميامي في المباراه الافتتاحيه لكاس العالم للانديه، ونتيجه للتعادل ده الاهلي خد مكافاه مليون دولار، يعني حوالي 50 مليون جنيه مصري. 50 مليون جنيه في ماتش واحد، الرقم ده اكتر من ضعف مكافآت الدوري المصري بالفرق اللي مشاركه فيه كلها، لان بطل الدوري المصري بياخد 5 مليون جنيه وكل فريق مشارك بياخد مليون جنيه، وهم 18 فريق يعني 22 مليون جنيه. ولو جيت تطلع من مصر وتبص على مستوى القاره هتلاقي ان بطل دوري ابطال افريقيا بياخد 4 مليون دولار. تعرف بقى ان الاهلي كسب من المشاركه بس في كاس العالم للانديه اكتر من 9.5 مليون دولار من غير ما يعمل اي حاجه، هو بس ركب الطياره وراح. الاهلي لو كسب ماتش هياخد 2 مليون دولار، يعني تريزيجيه ضيع على الاهلي مليون دولار لما ضيع ضربه الجزاء. مش بس كده، الاهلي لو قدر يصعد من المجموعات هياخد 7.5 مليون دولار، يعني ملايين في انتظار الاهلي محتاجه بس جوان. فيا ترى الاهلي ممكن يعملها؟ في سنين كل ده ولسه في اكتر من كده سنين